ازيكم عاملين ايه؟ انا حابة النهاردة بإذن الله اشتغل معاكم سلسلة جديدة. السلسلة دي هي عبارة عن آه دورة آه لمهندسي المشتريات، دورة لمهندسي المشتريات. حابة الأول كده أقول نصايح بسيطة علشان تنجح كمهندس مشتريات. زي ايه؟ أول حاجة ان دورة إدارة المشتريات بتبدأ ان انت تحدد الاحتياجات الخاصة بالشركة اللي انت شغال فيها. ما بتخلص طول ما الشركة شغالة. الدورة دي مش هتخلص طول ما الشركة شغالة. بس لو طلبات شراء بتبدأ من طلب الشراء وبتنتهي اما بتستلم الفاتورة وبتستلم المنتج وبتسدد قيمة طلب الشراء ده او بتسدد قيمة المنتج ده. آه، تاني حاجة اللي هي التفاوض. التفاوض بيبقى ليه طريقة وأهمية لازم ان انت تتعلمها علشان تطور نفسك فيها. لازم تعلم نفسك ازاي تتفاوض وتعرف تتفاوض على ايه. آه، والتفاوض بيبقى ليه قواعد زي قاعدة باريتو اللي هي 80-20، ودي هنتطرق ليها بعد كده إن شاء الله. من أهم القواعد اللي هي لازم آه، تعرفها وهتستفيد بيها في تحديد إيه الأجزاء وإيه الخطط بتاعة المشتريات اللي لازم تتفاوض فيها، وإيه اللي ما يضيعش منك، وإيه اللي ما يضيعش، وايه اللي ما تضيعش وقتك فيه. تالت حاجة، ليك 5 حقوق كمهندس مشتريات او في المشتريات، لازم تفوز بواحدة فيهم على الأقل. والكلام ده طبعا بيحصل في التفاوض مع الموردين. أول حاجة السعر، لازم يكون السعر مناسب. الكمية طبعا اللي بتجيلك في طلب الشراء. التوصيل، وقت التوصيل المطلوب ما يكونوش هيتأخروا عنه. الجودة، لازم جودة الخامة اللي انت هتجيبها او جودة الحاجة اللي انت هتعملها تبقى آه، بأحسن جودة. الوقت اللي هم هيوصلوا فيه الحاجة، او الوقت اللي هتاخد فيه الحاجة للتصنيع. كل واحدة فيهم ممكن تبقى مكسب ليك، مش دايما السعر بس هو الفيصل. رابع حاجة، إدارة علاقتك مع الموردين. إزاي تدير علاقتك مع الموردين؟ دي ليها طرق وعلم، من أهمها الصدق والصراحة. لازم تبقى صادق وصريح مع المورد بتاعك، وإنك ما تخسرش المورد علشان مورد تاني مش جالك مورد تاني بسعر أرخص ومش عارف إيه، يبقى تخسر المورد اللي أنت كنت بتتعامل معاه. علاقتك مع الموردين هي قوتك في السوق، وهي اللي هتوفر لك إمداد دائم لمشاريعك، وهي اللي هتنجزك في حاجات كتير قوي في المشاريع بتاعتك، وهتساعدك وقت الأزمات. تحافظ على الاستقبال والزيارات والهدايا. يعني تحافظ ان انت تستقبل الناس بطريقة كويسة، وان انت تزورهم دايما طبعا عشان تعرف ايه الجديد عندهم، او ايه الحاجات اللي هم شغالين فيها، وطبعا الاسعار. وان انت مفيش مانع ان انت تهادي المورد بعد كده. 5، الزيارات الموقع اما بتنتهي من التركيب مفيدة جدا علشان تعرف وتشوف شغلك اللي بتورده للموقع عامل ازاي، وتحس فعلا بدورك الحقيقي كمهندس مشتريات. 6، لازم تكون صاحب إضافة في مكانك، وتعرف إن دورك التوفير، وتبقى مركز وتبقى مركز قوي على إن أنت تبقى مركز الربح للشركة مش خسارتها. أو
تكملة الدورة المستندية. بعد كده الرقم اللي بعده، لازم تعرف تدير وقتك، تتابع دايما السوق، تتابع طلبات الشراء، يكون عندك مرونة وفهم للسوق وإن السوق دايما بيتغير، تكون صبور وعندك حكمة، وتعرف تتصرف في الأزمات اللي هي إدارة الأزمات. وطبعا إدارة الأزمات ليها كورسات كتير جدا، هحاول على قد ما أقدر إن احنا نتكلم في بوينت بسيطة فيها. بعد كده الرقم اللي بعد كده، انت حلقة وصل بين شركتك وأقسامها. انت حلقة الوصل اللي بتوصل بين الشركة بتاعتك، لو ليها أقسام زي أقسام المدني وأقسام التنفيذ وأقسام الميكانيكا بجميع أقسامها طبعا، اللي هو البلومينج والإلكتريكال والميكانيكا. انت حلقة الوصل فيها وبين السوق، انت اللي بتوصل كله ده ببعضه. فياريت ما نزهقش وما نملش، ان احنا كل شوية في حاجات بنتعلمها جديدة. ما تاخدش الثقة، والثقة ما تاخدكش ان انت قعدت في الشركة دي كام سنة واتعلمت كل حاجة، والحاجات انها بتتغير والحاجات انها ما بتتغيرش. فتاخدك الثقة وتبقى انت كده واصل لمرحلة قصوى وان انت ما فيش زيك. لا، احنا كل يوم بنتعلم حاجات جديدة، وكل يوم بنقابل مواقف جديدة وبنتعلم منها. بعد كده لازم تبقى صاحب رؤية وعندك أهداف وتقدر تاخد القرار. لازم تبقى صاحب رؤية وعندك أهداف، هدفك إن أنت توصل الشركة دي لفين. ولازم تاخد قرار. القرارات دي ما بتبقاش في الوقت الحرج بس، او في الاوقات الصعبة واوقات الازمات بس، لا، دي قرارات في كل حاجة. قرارات لو مثلا ما اشتريتش الحديد النهاردة، السعر بعد كده طبعا السوق مش ثابت، فانت لو ما اشتريتش الحديد النهاردة السعر بعد كده هيزيد. يبقى عندك رؤية بعد كده، يا ترى الحديد هيزيد الحديد هيقل. فيبقى عندك رؤية للحاجات اللي انت لازم تاخد فيها قرار دلوقتي، ولا نستنى عليها شوية. مش لازم تبقى شاطر وفاهم كل حاجة بتشتريها، دي مش لازم. بس اللازم ان انت تعرف انت بتشتري ايه وليه، ولو هيتركب فين. فدي شوية نصايح أنا كنت حابة أشاركها معاكم، وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ في سلسلة تعليم البريكيورمنت. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله السلسلة تكون مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.